الصلاة والسلام على رسول الله. ما الفرق بين إسقاط السيارة وبيع السيارة؟ الإسقاط والبيع هما طريقتين مختلفتين للتخلص من السيارة. في حالة الإسقاط بيتم حذف بيانات السيارة من سجلات المرور، ولا يجوز استخدامها مرة أخرى في المملكة العربية السعودية. أما في حالة البيع فيمكن استخدام السيارة مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، ولكن سينتقل ملكيتها إلى المشتري. الاستعلام عن إسقاط السيارة: يمكن الاستعلام عن إسقاط السيارة من خلال منصة أبشر. هتسجل الدخول لمنصة أبشر، اختار خدمات المرور، اختار الاستعلام عن إسقاط المركبات، إدخال رقم لوحة السيارة، اضغط على بحث. هتظهر لك نتيجة الاستعلام وهتوضح إذا كانت السيارة مسجلة في سجلات المرور أم لا. إذا كانت السيارة مسجلة في سجلات المرور هيتم إظهار تاريخ إسقاطها، يعني اليوم اللي هي حصل فيها الإسقاط. وإذا كانت السيارة غير مسجلة في سجلات المرور فسيتم إظهار رسالة تفيد أن السيارة غير مسجلة. يعني أنت كده دلوقتي عرفت الفرق بين إسقاط السيارة وبيعها، وكمان أنت ممكن تستعلم هي فعلا حصل إسقاط على السيارة ولا لا. حتى كمان لو حد بيشتري سيارة ممكن يعمل استعلام يتأكد هي في إسقاط ليها ولا لا قبل ما يشتريها. وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.